السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل بداية الموسم طبعا في أحداث كتير جدا. إيقاف القيد آخرها لنادي الزمالك بسبب المديونية اللي عليه لاتحاد الكورة، والأهلي وأخباره، وأوضة اللبس اللي مش عايزين يسكتوا عنها بسبب النجوم الكتيرة اللي موجودة في النادي الأهلي. يا ترى بقى الزملكاوية بيفكروا ازاي؟ طبعا الزمالك دايما بيفكر ان هو يصدر لك انت المشاكل. يا عم ايقاف قيد ايه عندنا؟ انت بتتكلم وما عندكش مثلا زي حسام عبد المجيد اللي ما جددش وهيمشي فري زيه زي زيزو، ولا فتوح اللي لسه ما بيلعبش من يوم حفلة خاله راغب علامة، ولا الأجانب اللي موجودين في الزمالك ما فيهمش لاعب سوبر وأعلى لاعب فيهم ب 800 ألف يورو، وديات الزمالك اللي بيخسر فيها من دجلة وبروكسي. يا عم كل دي شكليات ولا تهمنا احنا كزملكاوية ولا يشغل بالنا. احنا اهم حاجة اوضة اللبس بتاع الاهلي وامام عاشور اللي لسه فاضله في عقده 3 سنين، والاهلي عايز يمدهم ل5. هي دي الازمات اللي نتكلم فيها ولا بلاش؟ طبعا الاهلي عنده استراتيجية وبيشتغل عليها كويس جدا، اللي هو بيحاول بقدر الامكان يتمسك بنجومه ويخليهم بيلعبوا وهم مش مفكرين في انتقال او اي حاجة من الحاجات دي، بسبب عروض الخليج اللي بتخلي اي حد فعلا يفكر ان هو يسيب النادي بسبب فرق السعر او فرق المبلغ اللي بياخده. يعني تخيل لو حد بياخد هنا 20 مليون، في الخليج ممكن ياخد 50 و60 و70، ممكن يوصل ل100 مليون كراتب. فطبعا الراتب السنوي ده كده بيخلي اي حد يفكر، على الاقل بيتشتت. فالاهلي بيحاول بقدر الامكان يتمسك بنجومه، عشان هو داخل على معترك افريقي ومحلي كبير جدا، عايز يرجع تاني لافريقيا وعايز يتسيد. وكمان المدير الفني اللي معاه واضح من اسلوبه ان هو ما بيعتمدش اسماء، بيفكر دايما في الاداء. واعتقد ان هو من رؤيتي الفترة اللي فاتت والمباريات اللي لعبها سواء الرسمية في كأس العالم للأندية او في المباريات الودية، بيفكر كويس جدا هو يستعين باللعيبة الناشئين بتاعة الأهلي، وده في حد ذاته هيبقى مكسب كبير جدا. يعني انت عندك الميركاتو بتاع الأهلي كويس جدا هجوميا، ولكن دفاعيا وعلى الأجناب مش أحسن حاجة بالنسبة لوينج رايت والباك رايت والباك ليفت. ده ممكن لو استعان بناشئين الأهلي ممكن المكان ده يبقى كويس جدا مع الوقت، لان هو بيدي فرص للعيبه الناشئين. وبرضه طبعا في الهجوم الى حد ما انت برضه خسرت واحد زي حسام وسام ابو علي، فبالتالي انت محتاج تعوضه على الاقل بحد يبقى عنده نهم وعنده الخفه والضغط اللي كان بيعمله على مدافعين اي فريق بيلعب قدام الاهلي. ودي كانت من اكبر مميزات وسام، زائد طبعا الفينش العالي اللي كان عليه. وده اعتقد ممكن يبقى شريف عنده نفس الفينش ده ببعض الثقة، لان هو كلاعب مش غريب على الاهلي، وكمان لعيب خفيف جدا وتقدر تستفيد منه، ولكن ما ينفعش تعتمد عليه لوحده. اعتقد ان الموسم ده هيبقى موسم قوي جدا للاهلي وفضيحة للزمالك، لان طبعا اللي بيحصل مع الزمالك هم قافلين على نفسهم كويس جدا، ولكن الموضوع مش هيجي بين يوم وليلة وهم ما بيصبروش. يعني الزمالك ممكن يبدأ الموسم بهزايم وتعادلات مش موضوعية، فهيجي الجماهير هتهاجم، واول واحد جون ادوارد هيتهاجم بشكل كبير جدا على الاداء، رغم انه شغله اداري مش فني، ولكن المدير الفني مش هيستنوا عليه. فاعتقد ان المنافسه هتبقى بين الاهلي وبيراميدز، لان بيراميدز اتعلم ومبقاش يشتري لعيبه بكواليتي عالي كتير على الفاضي، ممكن يشتري لاعب او اتنين زي اللعيب اللي جابه مؤخرا بحوالي 3 مليون. طبعا هو بيحاول يبقى مركز في صفقة او اتنين، وده اللي مخلي دلوقتي بيراميدز على يعني على صف واحد او
على خطوة واحدة مع الأهلي. يمكن ده المنافس اللي هيبقى قوي جدا مع الأهلي، ولكن طبعا مش بشكل كبير بسبب جماهيرية بيراميدز اللي معدومة. ولكن الزمالك لو بقى في الصورة هتبقى المنافسة ثلاثية. نتمنى نشوف دوري وموسم قوي للنادي الأهلي، وبالتوفيق يا أهلي.